اهلا بيكم في طاقه ايجابيه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا المقربين مني عارفين ان انا اصلي من المنشلين، من قريه المنشلين. اي نعم انا مولود في قليل بس اصولي من المنشلين واسمي طارق. فمعانا النهارده طارق المنشلين. ازيك يا طارق؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده والله. انا لا سعد الله يعزك يا رب. نورتني وشرفتني. انت اسمك ايه بقى؟ اسمي طارق حمدوني عفيفي المنشديني. يعني طارق المنشليني اللي هو احنا قاعدين مع طارقان دلوقتي. نورتنا يا طارق. الله يخليك شكرا. الناس حابه تعرف مين طارق المنشليني. بعيدا عن الكاميرا، بعيدا عن الفوتوغرافر المشهور، بعيدا عن الشخص المحبوب اللذيذ اللي بنشوفه كده ونتفرج على الستوريز بتاعته. لا ان احنا عايزين نعرف اكتر، نقرب منك اكتر شويه. بالنسبه لي كان المعد ما كانش في مدة خالص. يعني انت عايز تقول انت بادئ بالصفر؟ اقل من الصفر. اقل من الصفر، يعني ما كانش فيه مساعدات من لا 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 اهلك في خالص، لا لا، البيت؟ يعني انا كنت باجي الكاميرا اصلا، يعني هم كانوا رافضين اصلا انا اشتغل مصور. يا اخي. هو بالنسبه لهم مصوراتي مصوراتي فاهم. اه فالفكره ما جاتش كده بقى، هم رافضين الكلام ده كله. انت دراستك وهي مع ان كان دراستي 0%. مع دراستك انت دارس درس تجاره عادي. كليه تجاره؟ عربي ولا انجليزي؟ لا انجليزي. ماشي، عليت عليا انت في دي، انا عربي. فالموضوع بالنسبه لي كان دايره صعبه شويه. بس لما بدات انا كتصوير بالنسبه لي، انا بص، انا بحب شغلي قوي. انا بحفظ، يعني بحب الوان الصور. بحب اشتغل بضمير قوي. اه ما لهاش علاقه بقى ان انا بادئ من امتى ومش من امتى، بس انا كطارق بحب اشتغل بضمير اكتر في الشغل يعني. بس انت بتحب الالوان لدرجه ان انا قاعد معاك مره كده بتقول لي انت بتشوف الصوره 21 لون صح. وارقام، ده ايه حقيقه ايه بجد. القصه دي؟ وفي بقى شاشات معينه لازم اشوف عليها الصوره. يعني مش اي شاشه كده ان انا اشتغل على اديت. في شاشه معينه كده ان انا اصور صوره وما ينفعش اشوف الصوره دي على البي سي حاجه وعلى التليفون حاجه. لازم نفس اللون نفس اللون. اه فالموضوع بالنسبه لي صعب شويه. ايه اللي يخلي طارق المنشريني يبقى التوب؟ ايه اللي انت شايفه عندك مميز يخلي اي كلاينت يقول طارق المنشريني بس؟ الواني الوان بس. ايه تاني؟ هي الوان مختلفه شويه، يعني انت بس مش كل الناس بتفهم الالوان، معلش بس هقطعك في دي، مش كل العملاء هتفهم الالوان، اكيد في حاجات مميزه انت شايفها. انا بقى اروح بقى بلاي ستيشن ده حاجه تانيه بقى اه جدا. يعني انا في عروسه، انا بص، انا نو سبونسر، يعني مش سبونسر. انا مكاني في السيشن او البارتي دي سبونسر. صح. يعني عروسه جابت عروسه، طريق يصور كذا، طريق ياخد كذا، يبقى زي دي سبونسر بالنسبه لي. صحيح. فلا ده ما شاء الله انا باخد، بس يعني هي كفايه الفيدباك بتاع العرايس دي بالنسبه لي. زي انا توب كده. بتنزل الفيدباك دي في الصفحه بتاعتك؟ ولا انا حتى لو انا المكتب عندي بيبعتهم عروسه ايه رايك كذا، لازم ارد كل حاجه ما عجبتنيش، لازم بفيدها بحاجه تانية، بعت لها جفت هديه مش عارف ايه، بس لازم مع العملاء كلهم. لازم بتسيب اه بصمه. طبعا. اه مجالنا يعني صعب شويه كتسليمات او كل حاجه، بس لازم تكون مميز في الحاجه دي. صح. انا خدت بالي على فكره ان في بلوجر نزلت طنطا كده بتسال مين اشطر اه فوتوغرافر في طنطا، اه مين اشطر فوتوغرافر؟ اه طارق. طارق ايه الموضوع ده؟ مع ان في طنطا ما شاء الله، يعني مش الناس كلها على عيني وراسي، كلهم ناس محترمه وناس شاطره جدا. بس زي ما قلت لك، هو الحمد لله من عند ربنا يعني. الحمد لله الحمد لله. كل واحد بيبقى عنده كده في البيزنس بتاعه في بصمه عمره ما ينساها، في موقف عمره ما ينساه. ممكن الموقف ده هو سبب شهرتك، ممكن الموقف ده انت جبرت بخاطر حد او عملت حاجه حسيت ان ربنا بسبب الموقف ده فتح لك طريق انت ما كنتش متخيله او ما كنتش حاسس بيه ولا كنت مدركه ان هو يتفتح دلوقتي. حصل معاك ده؟ حصل. انا صورت اول بنوته بالنسبه لي. بنوته كانت في الشارع، كنا بنصور اعلان كده، فصورت البنوته دي. عايز اقول لك البنوته دي كانت سبب شهرة. البنوته دي ايه؟ البنوته دي واحده يعني بتتصور يعني؟ استاذه من الشارع كده يعني، بس عسوله قوي بقى، شعرها اصفر، عينها خضرا، بنت جميله جدا. فهي البنت كانت واقفه جنبي وانا بصور البلوجر اصلا ساعتها. فهي قالت لي كلمتين كده، انا ممكن اطلع حلوه زي ما بتصور كده، فقلنا يا عم صورتين مش عارف. صورت السيشن ده، نزلته بقى. عايز اقول لك السيشن ده كان معدي معايا قوي، ده اللي خلى طالب مش بجد. ده اللي نقلك. في كام مش شرط بقى، انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي يعني، مش شرط انا اقولها. انا مم. في عرايس بالنسبه لي بتقدرش تحجزني، بعرف من صحابهم، من صحابهم مش من عروسه. فصحابها تقول لي خلاص عارفين لي صاحبتها هي اللي جابت طارق. كده بطلع انا بكل حاجه. فور فري. كل حاجه. ما شاء الله. لو انا بايدي ان انا اجيب لها الميك اب والفستان، بجيب لها الميك اب عشان والفستان. تفرح. جدا. بتبقى فرحان بده. الحمد لله طبعا. بيفرق معاك الكلام ده؟ بيفرق معايا جدا جدا يعني. الحمد نفسيا لله. وما كل نفس حاجه. وبشتغل زي ما كاني بشتغل اكتر من اللي انا بشتغله، وباخد فيه فلوس كمان. ما شاء الله. إيه طيب في سؤال عايز اساله لك، انا سمعته عنك كده، عايز اعرف ايه القصه دي وليه عملتها. اللي هي ايه بقى؟ اي عريس وعروسه دايما بيعانوا مع الفوتوغرافر اللي صور لهم السيشن بتاعهم. بخصوص التسليم يعني. انت كده وريتني. ايوه طبعا.
تسليم بعد الفرح ب 20 يوم و15 يوم والالبوم لسه ما جاش من المطبعه والقصه انا دي. ممكن اعمل سيشن واصوره ايوه. واطبعه في يوم، في يوم. في يوم واحد والله. والله. انت متخيل سيشن اصوره واطبعه وبقيت كل حاجه في يوم؟ طب بعد 3 4 ايام من الفرح عادي، مش هم مش زعلانين؟ ايه اللي بيخليك؟ كده انا كده اه. عادتي اصلا مطبعه، بقى في بس ضغط شغل مع الشباب بياخد وقت في الطباعه شويه. انا بس انا كطارق بصور السيشن يوميها، وبعد كده بروح اعمل له اديت في ده كله في يوميها. يعني ممكن ابقى في البارتي عادي مع اللابتوب بتاعي والون السيشن واخلصه، السيشن كله بيتلون. ما شاء الله. تخيل بقى بتفكر في السيشن م. وتصور وافكار م. وازاي تقعد مع العملاء بتوعك عشان نشوف يحبوا ايه وما يحبوش ايه. انا خدت بالي كمان انت صفحتك ما شاء الله لما دخلت على الليست بتاعك اللي ما شاء الله عملاق يعني، ما شاء الله الفيوز بتاعته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني نفس الخشب. خدت بالي كمان ان انت افكارك دايما مختلف، يعني خد بالك الفوتوغرافر تلاقي السيشن ده هو السيشن ده، امسك من ايديها واعمل هو الافكار لما انت في دايما سطب عندك. معين تشتغل بيه كده بخصوص بس مش على يعني في عملاء. م. يعني احنا السنه دي اصلا المود الصور غريب شويه. طبعا انت حياتك كلها مليانه كوميكس جوه السيشنات دي. اكيد طبعا. اديني بقى كده فقره اتنين سمعنا كده، اطربني بقى، قول لي مواقف كده اهلك ضحك معاك دلوقتي. في كلاينتس لما اخش مع صورهم بقى في عملاء يعني يعني الموضوع ممكن عريس حلو م. وعروسه يعني زعلانه شويه، عريس زعلان عروسه مبسوطه. بس انا ما عنديش الكلام ده. اه. انا لازم اعمل غير حوار المود. ده كده كده. حتى لو هم ما لهمش ما بيحبوش يتصوروا، لا هيحبوا يتصوروا. يعني كانت في عروسه المفروض ميعادها الساعه 4 في السيشن وهنبدا ساعه ساعتين بكتير. انا بالنسبه لي السيشن بياخد وقت معايا مجهود، ممكن اصور 10 ساعات في التصوير عادي. الفول دي بالنسبه لي اقعد وقت كبير قوي. ما شاء الله. فهي اصلا خلاص عايزه تروح، بس من كتر الباقي تتصور. انا كده كده معايا تيم كبير، ما شاء الله. معايا تيم كبير شغال معايا. فكل حاجه في التيم ده انا اصلا بيعملها. يعني كل حد من التيم معايا حافظ هو بيعمل ايه. م. فالعروسه تتفاجئ بقى تقول لي انت ما شاء الله انت، انا ما كنتش اتخيل اللي يطلع بالصور دي كلها. م. يعني ما كنتش اتخيل بالحلاوه دي. ما شاء الله. فانا كل فيدباك بيجي لي من العراس قلبي بيبسطني جدا، فبقى عايز اذاكر اكتر. اعمل حاجات مختلفه جدا. ممكن ما كنتش حافظ قبل كده، بس بعد كده بقى بس لازم اعمل حاجه مختلفه. يعني انت بتذاكر، مش بس بتذاكر ازاي تستخدم الكاميرا، طبعا. بتذاكر ازاي تتعامل مع نفسيه الاشخاص اللي جايين يتعاملوا معاك دلوقتي. انا في فوتوغرافر كتير سالوني انت ازاي بتصور في اليوم وازاي تنزل الشام في يوم دي. ما حدش عملها صعبه، صعبه جدا. جدا. ايوه. ما حدش عملها. انت متخيل تصحى بدري وبتصور وهتروح تعمل اديت وهتلون وهتنزل ده كله. ما انت برضه ما لاحظ اللي فيه سيشن وكان فيه قاعه وكل ده. بلس كل ده كمان، بلس كمان انت ممكن تعمل اكتر من سيشن في نفس اليوم، يعني انت ممكن يبقى معاك اكتر من عريس وعروسه في نفس اليوم. في ميزه يعني فيها مختلفه شويه. انا ما بعملش اكتر من كلاينت 60 في اليوم. اتنين بس. اه في كذا فوتوغرافر ممكن ياخد 4 5 حصل. 10 في اليوم. حصل. لا انا مع كده لا. انا ازود البادج بتاعتي شويه بس ادي العروسه حقها جدا في اليوم. مم. انا كده معروف عليا طارق كده. مم. طب بتعامل ازاي مع العروسه اللي دمها واقف؟ ما لا ما قلت لك ما فيش. انا لا هم جاي عارف بتحجز معايا، عارف ان انا هتعرف تفك. كوميديا جدا جدا وبهزر وبضحك طيب انا عايز اسالك سؤال تاني. اكيد طبعا، يعني مع احترامنا للجماعه الميك اب ارتست، اكيد طبعا بيجي لك واحده ضايعه ميك اب ارتست. ومن ناس شاطره جدا. كمان. قلت كوبليه جدا حلو جدا، من ناس شاطره جدا وليهم اسمهم جدا. ممكن يجي لك حاجه زي كده. دي اخطر حاجه. بس انا كطارق ما بحب وانا بعرف يعني انا ما بتكلمش. اه. ما هي اوريدي جايه وحشه. انا مش عارف اطلعها وحشه تبقى في وشك انت. فاوريدي بطلعها حلو فالميك اب تتبسط. ايه ده وريني الصور. مم. ما شاء الله وتقبل وتنزل وتعمل. وفي فوتوغرافر مش كل الحاجات بتنزل، خلي بالك مش فيش في كواليس ما بتنزلش. بس انا عندي كله بينزل. ما شاء الله عليك. طب العروسه بتبقى عارفه ان هي جايه وحشه ولا انت بتبقى حلوه جدا والميك اب ظلمه. مم. يعني الميك اب عامه يعني لا الموضوع صعب. طيب انا عندي سؤال بقى، ممكن انت تلفت انتباه الميك اب ارتست ان انت بعتالي عروسه امبارح كانت معايا وضعها 1 2 3 خدي بالك، حاجات زي كده، ولا مع الناس اصحابك قوي ولا ايه الدنيا؟ من الناس اللي مني قوي في ميك اب ارتس مش بتتعامل مع فوتوغرافر كتير اصلا عشان الموضوع بيبقى حساس شويه بالنسبه لها. يعني في ميك اب ارتس ما بيحبوش يتعاملوا مع فوتوغرافر. انا كطارق ماليش باكج مع ميك اب ارتس. اه. ممكن تكون دي مستغربه شويه مع ان انا بقالي في 13 سنه في التصوير. ما بحبش كده. ممكن عروسه يعني يحصل مشكله في يوم ابقى انا سبب المشكله. طب ليه؟ دي يومك فلازم تختار يومك صح. انا بقول لي راي العروسه انت تختار يومك صح 100%. صح. ككل حاجه بقى كفستان كشوز كتصوير كيومك طول ما مرتب يومك ماشي صح انت ما شاء الله عليك. برافو عليك. طب انت ممكن تطلع السيشن مع ميك اب ارتست اللي موديل جايبينها الموضوع ده لا مش كتير. اصل انا ما بحبش ان انا كطارق لا مش بعرف لا صعب شويه.
الاول ممكن كان الكلام ده في الاول. في الاول خالص بصراحه. دلوقتي خلاص بقى طارق المنشنيني بقى في حته كده تانية بقى خلاص. ما شاء الله. او انا عايز اقترح عليك بيزنس واحنا قاعدين في البودكاست ده. ماشي تمام. بص يا سيدي، انا عندي فكره جميله قوي. ايه ايه هي؟ ايه. ان مثلا دلوقتي انت بتعمل سيشن. السيشن ده بما ان انت ما شاء الله بتخلصه في خلال ساعه، مم. ممكن تخلصه في خلال ساعه. العروسه بتطلع من عندك تروح القاعه، صح تمام كده؟ صح. ممكن السيشن ده جزء منه يتعرض على شاشات القاعه. بنعمل كده، بنعمل مع البرومو كده، لو هنصور برومو بنعمله عادي. قمر قوي. اه انا سهله عايز جدا. بقى اعمل ايه هنا في الشركه؟ مم. اعمل مش بودكاست، اعمل زي ريل مم. للبنوته قبل فرح 3 4 ايام، حلو جدا. تيجي تتكلم عن عريسها في السكريبت. هكون مجهزه لها 3 4 اسئله: عرفت عريسك ده ازاي؟ مم. حماكي ايه؟ إيه لما جيت تقدم لي حاجات مضحكه. الحاجات دي تتعرض اثناء الجاتوه بقى والجو هتبقى جميله جدا، الريست ده. هتبقى جميله، بس هتبقى ترندي على مش فكره. كل الكلاينت بيفهمها. اه. وفي ناس ما عندهاش وقت. اه. انا عايز اقول لك، انا في اكتر العملاء ما بيحجزوش معايا بقى، في ناس ما بتجيش مكتب قد كده، في ناس بتحجز معايا على فودافون كاش والكلام ده كله عشان ما عندهمش وقت اصلا. احنا مش لازم يوم الفرح، احنا بنتكلم احنا يوم بنصور الفرح قبلها بيومين بفتره، 3 يعني 4 فاهم يعني ممكن قصدي؟ قبلها بشهر، يومين ثلاثه بعد بتبقى صعبه شويه. ماشي، قبلها بشهر مثلا هنصورهم. هتيجي العروسه لوحدها على كرسي الاعتراف كده، بتتسال 3 4 اسئله فاني، بحيث الناس اللي لما بتسمع الكلام ده في القاعه: انت عرفت عليه ازاي؟ عرفتوا ايه اصعب موقف مش عارف ايه. مم. تخيل بقى لو بيشخر هو نايم ايه اللي هيحصل. فاهم قصدي؟ ايوه. الكلام ده لو بيتعرض اثناء القاعه نفسها، وهي بتجاوب، وهو بعد كده هما بيعملوا في حاجات بتصور، يعني انا اعرف فوتوجرافر، فيديوجرافر، ناس شاطره جدا. مم. بيصور الكواليس دي كلها في يوم الفرح عادي. انا عروسه بتبقى عامله فول داي، وفي يوميها بنعمل الكواليس دي كلها بننزلها في اليوم عادي. مم. بس هي الفتره دي بقت فتره حماس شويه مع المصورين عامه. يعني احنا كبنصور عايزين نعمل كل حاجه في اليوم. انا بقول لكل عروسه تهتم بيومها. بص، انا في حاجه عايز اقولها لك برضه. مم. في عرايس بتحب يعني في بادجت معين بتبقى ما بتقدرش تجيب الفوتوغرافر عشان سعره كذا، وترجع يعني ممكن في عروسه تصرف كتير قوي، بس تيجي على يعني اصعب حاجه ما بتجيبهاش. يعني انا ممكن انا كفوتوغرافر ما بتقدرش تجيب فوتوغرافر، يعني طبعا اي حد مش شرط طارق، بس عامله رقم في الميك اب وجايبه كل حاجه، فاليوم مش مرتب اصلا. مم. انت بقى جبت كل حاجه حلوه وشلت الحاجه اللي اصلا المهتم باليوم ببسيطه. واللي خد بالك الحاجه بتاعتك دي بالذات هي الحاجه اللي هتفضل لها تاريخ. الميك اب خد بالك هتغسل وشها بعد الفرح انتهى موضوع. لكن لو ما تصورش الميك اب حلو، ما تصورش الفستان حلو، الصوره دي ما يعني هي اللي هتفضل، هي اللي لها ذكرى. تبقى صعبه لو ما ظبطتش الصوره صح، يعني ما اتعاملتش مع حد محترم او حد شاطر، كل اللي عملته على ده فكره ملهاش. التصوير صعب قوي ووقته كبير قوي، وكل يوم يعني كل يوم بذاكر قبل، يعني انا عايز اقول لك اصعب، يعني ما كانتش صعب عليا بس دلوقتي زي اللي فاتت. مم. انت متخيل؟ لكن انا لسه عادي، حاسس ان انا ببدا من الصفر. يعني شفت اللي طارق ومش عارف ايه، لا انا حاسس ان انا ببدا من الصفر. ازاي بقى؟ موضوع كبير. وعلى فكره الشطار كده بيحسوا انه دايما لسه بيتعلم، ما لسه وصلش انا للذروه. في ناس، انا فوتوجرافر. احنا كنا في يوم كنت في مترو كده، التركه دي برضه هتستغرب، فقعدت مع حد تعرفنا على بعض مش عارف ايه، بس قال لي مثلا نقول انت شغال إيه؟ قال لي انا شغال فوتوجرافر. انت قلت له شغال محاسب عادي خالص. المهم جاب لي ما شاء الله معدات وراني كل حاجه. المهم بفتح ما شاء الله اتفاجئ. لقيت الموضوع عادي برضه. مم. فبس خلاص، ان في يوم ايام اتقابلنا في لوكيشن، فدخل قال لي ما شاء الله ايه ده؟ قلت له لا على فكره انا ده مش حاجه، انا مش حاجه، انا ما بحبش اشوف ان انا شفت نفسي انا جامد، لا. الموضوع صعب، صعب قوي ما تتخيل. مم. مجالنا صعب جدا، بس الناس مفكره ليها ايه بقى، يلا. تعمل ايه مع الناس اللي بتقلدك؟ شوف طبعا، اكيد طبعا بتشوف ناس بتقلد. انا بتبسط جدا لو ما حد بيشتغل وبيذاكر وممكن يطلع حاجات احسن مني. مم. ما بقى عادي خالص والله. بس بتشوف ناس بتقلدك كتير صح؟ قوي. امم. لما بتشوف التقليد ده وبتشوف صفحاتهم كده وبتتابع النسخه يعني ممكن يعملوا لي ياخد كوبي بيست يعني طول. عظم. حقيقة بجد والله. بتعمل اللي بتحس بايه؟ بس والله ربنا يرزقه كرم. بس انا بذاكر بشوف، بس بشوف من ناس اجانب بقى. برافو عليك. يعني ده بالنسبه لي بذاكر من ناس اجانب جامده جدا جدا، وحلم حياتي بربعهم مش. ان شاء الله. اه يعني انت بتجيب خبرتك من بره، اه طبعا. واللي هنا بيجيب اصل خبرته منك. المصريين هنا كله بيجيب من كله، هي الدايره كلها بتلف، ده عايز ده وده عايز ده، فالموضوع بيبقى ايه، بتبقى صعبه شويه. طيب احكي لي دلوقتي، لو واحد عايز يبدا فوتوغرافر، مم. يستارت اب ازاي؟ نصيحه بقى كده لله كده بص، عشان. هو بصراحه هو الموضوع لازم يكون حابه الاول. تمام. هيشتغل الشغل ده، لا انا حابب، انا كنت هاوي من صغري، ما فكرتش ان انا اشتغل بقى وامسك امسك رقم في ايدي وهجيب معدات ايه ومش عارف ايه. فهي مالهاش علاقه، لازم اكون حابب التصوير. يعني المفروض انت تحب الكاميرا الاول. بس على فكره اتعرض عليا كتير ان انا اعمل كورسات، أنا ما رضيتش. ليه بقى؟ واخد وقت كبير عندي واكيد انت مش هتطلع كل حاجه في الكورس بصراحه يعني. صح. اكيد في ناس مش هو اصلا مش حابب،
هو عايز يشتغل عشان ياخد فلوس بس احنا هنخليك تعمل كورس معانا عشان انا ليه؟ حبيبي مع الشباب الجميله اللي جامده اللي دي. حبيبي الله يوسع عليك. خد بالك احنا بنعمل اصلا منصه تعليميه للكورسات زي كورسيرا ان كده، شاء الله ان تمام؟ تعليم الفوتوغرافر، شاء الله. تعليم الديزاينر، تعليم الماركتينج، البي ار، الاتش ار، الاي اي، كل الكلام ده. فاحنا لازم هنصور مع بعض. ده شرف ليا كبير والله حبيبي العظيم، الله يسعدك. والله شرف ليا كبير. يعني انت تنصح دلوقتي اي حد بيحاول يبدا المهنه دي ان هو الاول يحبها؟ يبدا عادي، بس اهم حاجه تحب تحب حاجتك. كل ما تحب الحاجه تسعى في الحاجه ربنا يكرمك والله. احنا كلنا بادئين من الصفر وزي ما انت عايز تبقى حاجه كبيره اسعى واحلم كده وربنا يكرمك. محدش بص الحمد لله، يعني طول ما انت بتسعى وربنا بيكرمك كده عادي هتلاقي نفسك ما شاء الله يعني. طيب مين اكتر حد دعمك في حياتك انت توجه له رساله شكر؟ امي طبعا. دعمتك ازاي بقى؟ لا لا دي موضوع قصه كبيره قوي. يعني وقفت جنبك انت بتقول ان هم ما كانوش موافقين في البدايه بموضوع التصوير، كانت هي هي اكتر حد بصراحه يعني. اه يعني ممكن تديك فلوس كده من تحت لتحت وروح يا ابني اشتري اللي انت عايزه يعني هي اكتر حد دلوقتي. وبصراحه بقى ايه مع عرفوا الدنيا بدا اخواتي بقى بصراحه، يعني اخواتي بدا يقفوا جنبي قوي قوي بقى. مم. وعندي توامي خلي بالك، هي دي بقى هي دي كل حاجه بصراحه. دي اللي بتدعمك جدا. اه جدا دي بقى يعني نكون بعيد عن بعض شويه، بس هي متجوزه وكده يعني. فهي هي عايز تبص اعمل اللي انت عايزه كله. ما شاء الله. مش عارف اللي انا في حاجات كتير قوي عايز اعملها ومش يعني تحس انت مربوط كده. انت حبوب اصلا يا طارق، والله والله طار بجد. والله انا سعيد جدا انا كنت معاك النهارده الله يخليك. واتبسطت جدا. وانتوا ناس محترمه جدا والله، والشباب حد يعني ما شاء الله عليهم يعني. الله يخليك، انت اللي شرفتني. الله يخليك. مبسوط منك كفايه بس ان انا قاعد معاك كده. ده شرف ليا كبير. الجميله دي الله يخليك. كفايه ان احنا طارق ماشيين لي مع بعض. دي كفايه دي بقى يعني. دي ما دي بتقابل كده طارق وطارق دي موضوع حبيبي جامده جدا. شرفتني ونورتني، وان شاء الله باذن الله مش اخر لقاء. ده باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله لازم ده نكرر. شرف ليا ان شاء حبيبي الله. الله يعزك. الله يخليك. شرفتني.